السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم. ان شاء الله نوجدوا طنجية في الدار اللي غتكون على الفحم ان شاء الله. كما كتشوفوا كنحتاجوا طنجية بحال هذه، تكون شويه صغيره لان غنديروها في الفحم، ما غنطيبوش في الفران على برا. واحد الحيمه تفتيين كما كتشوفوا ديال الملج ديال الغلمي. غنحتاجوا الحامض مصير، زيت الزيتون، الكمون طبعا، ورويصات ديال الثومه، وزعفران الحر منقوع في كاس الماء، زائد كاس ديال الماء. كما كتشوفوا الطريقه اللي هي سهله جدا. طنجيه مراكشيه، ولكن الطريقه ممكن نحضروها في البيت على الفحم، كتجي لذيذه بزاف. الثومه غنديروا الويصات ديال الثومه، والحامض مصير. طبعا ما نحتاجوش نديروا الملحه لان الحامض مصير تتكون فيه الملحه، وزيت الزيتون، كاس صغير ديال زيت الزيتون، والكمون بلدي مدقوق، طبعا الزعفران، زائد هذا الكاس الماء. لان الطنجيه كما كتشوفوا انا درتها صغيره باش تطيب ليا على الفحم. غنمسحوها بهذه الطريقه. يعني في التحضير ما كتحتاجش منا الوقت. كما كتشوفوا غنشعلوا الفحم ونخليوه حتى يشعل مزيان، يبقاو غير الجميرات. ونرجعوا للطريقه كيفاش غنحطوا الطنجيه ديالنا على الفحم. كما كتشوفوا من بعد ما شعل الفخر ديالنا على هذا الشكل، نحاولوا نغلقوا شويه الفحم من الجناب. نحطوا الطنجيه ديالنا على هذا الشكل. طبعا نخليوها تطيب على حسب اللحم اللي تيكون عندنا، الا كان فتي الا كان كبير شويه. ممكن نستعملوا المجمر ديال الطيل لانه كيكون غارق مزيان، نقدروا نخشوا فيه الطنجيه باش تطيب على خاطرها. غنوجدوا واحد المخيمرات اللي غنقدموهم ان شاء الله مع الطنجيه. كما كتشوفوا مليحه، والخميره حبوب، والمدافي.
هاد المخيمرات كيجيو غزالين مع طنجيه طبعا او خبز سخون. طبعا بيكون مزيان كما كتشوفوا. طبعا اللي عنده العجانه ممكن يوجدهم في العجانه. كما كتشوفوا من بعد ما كورنا الخميرات ديالنا نستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا نخليو العجينه تخمر. كي كتشوفوا المخمرات ديالنا من بعد ما خمروا درنا مقيله ثقيله وطيبناهم على نار هاديه. كما كتشوفوا ما شاء الله الطنجيه ديالنا من بعد ما وجدات كتجي على هذا الشكل هذا بلا ما نحتاج نقول لكم الحمات طيبين مخ. شوفوا تبارك الله الحمات كيفاش كيجيو محمرين وغزالين. خداو مني 3 سوايع على الفحم، طبعا نصبتو في الصباح على المجمر، وشهيه طيبه وكنتمنى ينال اعجابكم مع مخمرات سخان مع واحد سلطه ماروكان كما كتشوفوا. شهيه طيبه وبصحه والراحه.